هو انت ازاي مطبخك كده والدولة بتصرف لك زيت التموين بتاع كوكي؟ ده من ضمن التعليقات اللي بتجيلي كل يوم. واحدة شافت ان انا بستخدم زيت كوكي بتاع التموين اللي الدولة بتصرفهولي، فحكمت عليا ان انا ما استحقش ان انا يعني يتصرف لي الزيت ده. من وجهة نظرها طبعا، وده غلط جدا. الزيت ده بيتصرف لي من وانا طفلة صغيرة زيك بالظبط، وده حقي من وانا صغيرة. تعليقات سخيفة بتجيلي كل يوم وانا مضطرة ان انا ارد عليها طبعا، لانها بتأذيني. هتقولولي استحملي، ما انتي اللي معرضة حياتك للسوشيال ميديا. اولا انا مش معرضة حياتي خالص للسوشيال ميديا، بمجرد ان انا بعمل لكم اكلة، بقول لكم مثلا نصيحة معينة في الديكور في البيت، بقول لكم مثلا يعني حاجات كتير جدا في الطبخ، في غسيل، في اي حاجة. فدي مش حياتي، يعني اعتقد دي مش حياتي. انا مش بطلع كده اقول لكم ده انا اتطلقت، انا اتخانقت مع جوزي النهارده، انا ضربت ولادي، انا ولادي بهدلوني، انا جوزي بهدلني. انا هي دي الحياة اللي بتتعرض او معظم الناس بيطلعوا يقولوا الحاجة دي. فزي ما انا كده بطلع كده بكل احترام واقول لكم نصايح كده مهمة في البيت او في الحياة عموما، انتوا يعني حاولوا كده، يعني ما تأذونيش بكلام او ما تأذوش الناس اللي بتقدم لكم النصايح دي آه بإساءة. النهاردة بقى عملت عدس كده وبصراحة كان خطير. عملته خفيف كده، وأول مرة كده أعمله من غير شعرية. وأسيبكم كده مع الجو الهادي اللطيف ده اللي انتوا بتحبوه. أعتقد انتوا بتحبوا أصلا الجو الهادي ده. في نهاية اليوم ما تنسوش اللايك. يلا والسلام عليكم.